السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. في هالمقطع اليوم بنوضح موضوع الزيارة العائلية. نحن عارفين أن في وقت العمرة ووقت الحج الزيارة العائلية تتوقف. ليش؟ عشان ما يصير زحمة في الدخول من المنافذ، ويعطوا مجال لأصحاب العمرة والحج، لأنه قد موسم عمرة وحج، موسم يعني كلها شهرين 3 شهور، وبعدين يغادروا أصحاب الحج والعمرة. لذلك يوقفون الزيارة العائلية إلى ما بعد الحج. في شباب كثير مقدمين طلبات وما جاهم رد، والطلب ما بيجيك الرد عليه لأن الآن موسم حج. لذلك أول ما يكمل موسم الحج ألغي الطلب القديم اللي قدمته، أو خلي زي ما هو، ارفع طلب جديد. ولما ترفع الطلب لازم تصدقه عشان يتم الرد عليك، لأن في كثير شباب يرفعوا الطلبات بدون ما يصدقوا الطلب، لذلك ما بيتم قبول هذا الطلب بدون التصديق، لازم يتصدق الطلب.